اهلا بيكم. في الفيديو ده انا هجاوبكم على سؤال مهم. في مننا اللي بيساله لنفسه وفي مننا اللي ممكن ما يكونش جه في باله، بس هو سؤال مهم، وهو انا ليه اصلا استثمر او اشتري عقارات؟ ليه؟ ايه السبب؟ يعني ايه الفايده اللي هتعود عليا لما افكر ان انا اشتري عقارات او ان انا استثمر في العقارات؟ الحقيقه ان في 6 اسباب مهمه جدا، تعتبر اهم 6 اسباب. الاسباب دي هي اللي عشانها لازم تشتري عقار، ولو انت ما اشتريتش لازم تفكر انك تشتري عقارات. السبب الاول ان العقار هو مصدر للغنى. ايوه، مصدر للغنى، يعني مصدر ان انت تبقى غني، ان انت يبقى عندك عقار. طيب يعني انا هقول لك على احصائيه عالميه. تعرف ان 90% من مليونيرات العالم بقوا مليونيرات من العقارات؟ طيب انت عارف ان كتير من الناس، يعني بص حواليك كده هتبص تلاقي ان كتير جدا من الناس اللي ممكن يكونوا في دايره معارفك، الناس دي بقى وضعهم المادي كويس جدا، بقى وضع مرتاح، بقوا اغنياء بسبب موضوع العقارات. هتلاقي مثلا اشترى ارض وبناها، هتلاقي اشترى شقه، هتلاقي اشترى محل او مكتب، حاجه من هذا القبيل. بس في الاخر هتلاقي ان هو كتير جدا من الناس اللي حتى ممكن في دايره معارفك، حتى لو انت ما عملتش ده بنفسك، هتلاقي ان ناس كتيره جدا بقت اغنياء تعرفهم من مجال العقارات. فالسبب الاول هو ان العقارات سبب للغنى. السبب الثاني ان العقار زي شقه مثلا او مكتب او محل تجاري. العقار هي حاجه ممكن تستفيد بيها استفاده حقيقيه، يعني انت لو عندك شقه تقدر ان انت تسكن فيها، فدي استفاده حقيقيه كبيره ان انت تسكن في مكان كويس. ان انت يكون عندك محل مثلا تعمل فيه المشروع بتاعك، ان يبقى عندك مكتب اداري تعرف تعمل فيه الشركه بتاعتك، لو انت دكتور عندك عياده تقدر ان انت تفتح العياده بتاعتك تشغلها، وبالتالي فان انت تستفيد استفاده حقيقيه من العقار دي حاجه مهمه جدا. طبعا الاستفاده دي ليك ولاولادك او لاسرتك، كل اللي حواليك يعني. السبب الثالث ان العقار لو انت مش هتستفيد بيه، يعني انت لو مش محتاجه في حاجه معينه، يعني انت لو اوريدي ساكن في مكان كويس، فالعقار ان انت تقدر تستفيد بيه استفاده ثالثه، وهي ان العقار تقدر انك تاجره وبالتالي يجيب لك دخل ثابت. يبقى انت لو اوريدي بتشتغل في مكان معين او كده، لا انت مش مرتبط بالشغل بتاعك بس، وانما عندك حاجه بتجيب لك دخل ثابت يعني منفصل عن شغلك، ودي اللي بيسميها الباسيف انكم. ولو الموضوع ده اتكرر عملته اكتر من مره، او العقار ده بيجيب لك دخل كويس، يبقى هنا ممكن ان احنا نقدر نقول ان حاجه اسمها الباسيف انكم بيوصلك حاجه اسمها الحريه الماليه، ان انت مش محتاج تشتغل. يعني انت لو عندك عماره فيها 20 شقه، ال 20 شقه دول بيتاجرين كلهم وبيجيبوا لك ايجار شهري كويس، غالبا ده هيغطي مصاريفك، وبالتالي انت مش محتاج تشتغل، وبالتالي فانت موضوع العقار ممكن يريحك اصلا على مستوى كبير جدا في الراحه الماليه، اللي بعد كده تريحك في مجالات تانية كتير. السبب الرابع ان العقار هو اصل مادي ملموس. يعني ايه اصل مادي ملموس؟ يعني حاجه مش مثلا زي الاسهم في البورصه على سبيل المثال، ان الاسهم انت مش حاجه مش لامسها بايدك، لا انت العقار ده حاجه انت لامسها بايدك فعليا، ماسكها بايدك، وبالتالي ان هي حاجه كده بتحافظ على قيمتها، ما بتبقاش يعني مع التضخم مثلا او التاثير على سعر العمله، سعر الصرف، الكلام ده كله، لا العقار بيحافظ على قيمته في وسط المتغيرات الكتيره اللي بتكون موجوده في الايه، في العملات وفي اسعار الحاجات كلها. العقارات بتحافظ على قيمتها، قيمته بتزيد كمان مع الوقت، مش بس ان هي بتحافظ على قيمتها. الحاجه الرابعه او الحاجه الخامسه عفوا، ان هو العقار كمان قابل للتوريث وسهل التعامل معاه. يعني يكون مثلا اب عنده عماره مثلا، وبعد كده اسرته من حواليه، الاسره دي مثلا الراجل توفى او حاجه لرحمه الله، فاسرته من بعده يقدروا بسهوله ان هم ياجروا العقار ده ويجيب لهم عائد، وبالتالي يسترهم وينقذهم من اي مصير مجهول كانوا ممكن يتعرضوا ليه لو ما كانش العقار ده موجود. الحاجه السادسه والاخيره ان العقار اصلا مصدر للامان. ليه امان؟ لان هو العقار انت عارف ان هو غير قابل للسرقه، يعني مفيش حد هيسرق حيطان الشقه وياخدها ويمشي مثلا. العقار حاجه غير قابله للتلف، الا طبعا لو في حاله كوارث لا قدر الله كبيره جدا، انما في الطبيعي ان هو حاجه غير قابله للتلف، وبالتالي فالعقار هو بيكون مصدر للامان، غير حاجه تانية مثلا زي الذهب ممكن يتسرق او الكلام ده كله. وبالتالي فالعقار لازم يبقى عندك عقار. لو انت ما اشتريتش قبل كده عقارات لازم تفكر، وهقول لكم في فيديوهات جايه ان شاء الله ازاي ان انت تشتري عقارات لو انت حتى امكانياتك الماديه ضعيفه او مش كبيره قوي. بشكركم شكرا جزيلا، وتابعوني في الفيديوهات اللي جايه. قولوا لي في الفيديو ده الكومنتس هنا ايه الاخبار، اكتر حاجه شايفين ان هي مفيده في موضوع شراء العقارات. ولو انت ما فكرتش في موضوع شراء العقار قبل كده، فكر معايا ازاي تبدا، وممكن اقول لك ازاي تبدا البدايه بتاعتك حتى لو امكانياتك دلوقتي امكانيات ضعيفه. ما تنساش ان الشجره بتطلع من بذره صغيره. اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.